تسجيل صوتي واحد كان السبب بفضيحة عيلة كاملة وإنهاء لعبة وسخة استمرت سنين. ما رح أطول بالمقدمة، لا تنسوا تكشكشوا لنا الفيديو بكتير لايكات، ويلا نبدأ. بسوريا سنة 2008 وبأحد أحياء دمشق القديمة كان في شاب اسمه سامر، شاب بسيط وطموح عايش مع أمه وأخته ببيت صغير، وحلمه يطلع من ضيق الحال ويصير له اسم بالسوق. ولأنه خاله أبو لؤي كان تاجر كبير وعنده شركة استيراد معروفة، كان سامر متعلق فيه بشكل كتير كبير، خصوصا أنه خاله دائما كان يحسسه أنه واحد من رجال العيلة وأنه بالمستقبل رح يمسك قسم مهم بالشركة. ومع الوقت صار سامر يقرب أكتر من بنت خاله رنا، بنت مرتبة وناعمة راجعة من لبنان بعد دراسة طويلة، تعرف تحكي بثقة وبطريقة كلامها بتخلي أي حدا يصدقها. وكل مرة كانت تضحك بوجه سامر كان قلبه يتعلق فيها أكتر، وكان مفكر إنه عن جد ممكن تكون شريكة عمره. بس الحقيقة كانت عم تستخدمه مثله مثل الكل يلي موجودين بالشركة. بهديك الفترة كان في محامي اسمه جاد، محامي معروف بالنزاهة والناس كلها بتشهد له بأخلاقه. اشتغل مع شركة أبو لؤي بملفات وعقود مهمة، وكان الشخص الوحيد يلي بيعرف كل أسرار الشركة المالية. رنا حاولت تتقرب منه أكتر من مرة، بس جاد كان متزوج ومحترم حاله وما عطاها أي مجال يتجاوز حدود الشغل. رفضه لها جرح غرورها بطريقة كبيرة، ومن هون بلشت المصيبة. صارت رنا تحرض أهلها عليه وتقول إنه عم يهدد الشركة وإنه مخبي أوراق ممكن تدمرهم. وأبو لؤي وابنه لؤي استغلوا الفرصة وقرروا يلبسوه قضية اختلاس وتزوير حتى يحموا حالهم من مشاكل مالية كانت عم تكبر وتتراكم يوم بعد يوم. وخلال أسابيع الشرطة اعتقلت جاد، وانتشر الحكي بكل دمشق انه خان الامانة وسرق الشركة. حتى سامر نفسه وقف ضده لانه كان يثق بخاله ثقة عمياء. مرت الايام، وبيوم كان سامر بالشركة بعد ما طلعوا الموظفين كلهم. لؤي طلب منه يفتش على ملف قديم بالمستودع الداخلي، ولما كان عم يدور بين الخزن سمع صوت صريخ طالع من مكتب أبو لؤي. الباب كان مو مسكر منيح، وقف بدون قصد بده يسمع، وفجأة سمع رنا وهي عم تقول بخوف: أنا قلت لكم من البداية، أنا قلت لكم لا تكبروا الموضوع، إذا جاد حكى نحن كلنا منروح فيها. ورد لؤي عليها بعصبية: شو بدك يا يعمل هلأ؟ الزلمة بالسجن وكل الأدلة ضده، حتى التواقيع نحن مزبطينها. هون حس سامر انه الارض عم تهتز تحت رجليه، وبحركة لا ارادية طلع موبايله وفتح تسجيل الصوت وصار يسجل، وكل كلمة كانت تكشف مصيبة اكبر من التانية. التسجيل فضح كل شيء، كيف زوروا العقود، كيف لفقوا الادلة، وكيف استغلوا سامر نفسه حتى يغطوا شغلهم الوسخ قدام الناس. بس الصدمة الاكبر لما سامر سمع لؤي عم يضحك ويقول: سامر هذا منقدر نلبسه أي شي بدنا إياه، إذا منقول له السما خضرة بيقولنا معكن حق. بهديك اللحظة انكسر شي كتير كبير جوات سامر، اكتشف إنه كان مجرد أداة رخيصة بإيد ناس لا عندهم ضمير ولا عندهم رحمة. تاني يوم راح سامر لعند جاد على السجن، ولما شاف تعبه وخوفه على مرته وولاده ودموعه وهو عم يحلف انه مظلوم، حس انه الذنب عم يخنقه. طلع وكان ماسك موبايله بايده والتسجيل جاهز، وضل طول الليل يفكر يا اما يسكت ويضل عايش تحت ظل ومظلة خاله والمصاري اللي عم يعطيها، يا ولا يحرق كل شي ويكشف الحقيقة قدام الشرطة. وبالنهاية سامر اختار ضميره، راح بنفسه على الفرع وسلم التسجيل كامل للشرطة. وخلال أيام الدنيا كلها انقلبت، طلع جاد بريء
وانفتح تحقيق بالشركة، وصار أبو لؤي وابنه وبنته هن المتهمين بعد ما كانوا مفكرين حالهم إنه فوق القانون. أما سامر فيمكن يكون خسر شغله وخسر المصاري والعيلة، بس ربح أهم شي بالحياة. الخلاصة يا جماعة، مو كل حدا قريب منك بيكون سند، أوقات أقرب الناس إلك بيكونوا أخطر ناس عليك، والحقيقة حتى لو دفنوها سنين رح يجي يوم وتطلع للضوء. لا تغرك المصاري ولا النفوذ، لأنه الظلم شو ما طال نهايته السقوط، والإنسان الشريف يمكن ينظلم فترة بس عمره الحق ما بيموت. والسلام علينا وعليكم.